السلام عليكم إخواني أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إذا إن شاء الله اليوم غنحاولوا نبدا معكم علوم التربية من أ جيسكا زد. غنحاولوا إن شاء الله نطرقوا ل- المحاور تقريبا كاملين، نناقشوا النظريات، نناقشوا البيداغوجيات، أساليب التدريس، مستجدات إلى آخره. لأن الأغلبية الصراحة كيلقى فيها الإشكال، لأن هي كتيرة بزاف وفيها بزاف ديال المفاهيم. المهم حنا غنحاولوا إن شاء الله نناقشوها مجموعين ونحاولوا نبسطوها. إذا القضية كذلك ديال السن، نأمل أن يتم التراجع عن تسقيف السن في مباريات التعليم. إذا ما عليكم غير توكلوا على الله وتبداو تبريباريو من دابا. إذا نبداو على بركة الله. إذا بالنسبة لحصة اليوم غنديرو غنبداوها من تقريبا من مرحلة الاستقلال، وحنا جايين كرونولوجيا التعليم أو كرونولوجيا الإصلاح إلى آخره. إذا بالنسبة ملي كنسمعو أول مصطلح هو علوم التربية، خصنا نعرفو واش كتعني بعدا علوم التربية. إذا علوم التربية هي علوم تهتم بالتنشئة الاجتماعية. وملي كنقولو التنشئة الاجتماعية ماذا تعني؟ هي تحويل أو هي عملية تحويل الفرد إلى كائن اجتماعي. هذه هي التنشئة الاجتماعية. كنشدو واحد الفرد كنحاولو ندمجوه داخل المجتمع مزيان. كما تهتم للطفل بالمدرسة من جميع جوانبها، كتهتم لنا الطفل من جميع الجوانب، وهذه الجوانب منها علم النفس التربوي، علم الاجتماع التربوي، التربية الأسرية والتربية المدرسية. نحاولوا نشرحوهم بعجالة باش نتوما تكون عندكم فكرة. إذا ملي كنقولوا علم النفس التربوي هو فرع من فروع علم النفس، إذ يختص في دراسة سلوك الإنسان في المواقف التعليمية التربوية. إذن هو كيهتم لينا باش بدراسة سلوك الإنسان في المواقف التعليمية التربوية مزيان، بهدف بهدف فهم عملية التعلم والتعليم وتحسينها. إذن هذا هو التعريف ديال علم النفس التربوي، ونحاول أنني نعطي تعريف بسيط باش نتوما تحاولوا تستوعبوه. وكذلك عندنا علم الاجتماع التربوي. إذا علم الاجتماع التربوي هو كذلك فرع من فروع علم الاجتماع. يهتم بماذا؟ يهتم بدراسة العلاقة بين التربية والمجتمع. كيهتم لنا بدراسة العلاقة بين التربية والمجتمع مزيان. وكذلك يبحث عن دور المؤسسات التعليمية في تشكيل الأفراد وتنمية المجتمع. إذا علم الاجتماع التربوي كيهتم لنا باش ندرسوا ديك العلاقة بين التربية والمجتمع مزيان. وكذلك عندنا التربية الأسرية. التربية الأسرية هي عملية تتم داخل الأسرة. ملي كنقولوا التربية الأسرية هي عملية تتم داخل الأسرة وتهدف إلى تنشئة الأبناء وتنمية قيمهم وسلوكهم. إذن هاد الأبناء كنحاولوا ننميوهم كذلك من ناحية القيم والسلوك إلى آخره. وفي الأخير عندنا التربية المدرسية، التربية المدرسية. التربية تتم داخل المدرسة، بمعنى تتم داخل المدرسة وتهدف إلى تنمية شخصية المتعلم في جميع الجوانب، العلمية والاجتماعية والأخلاقية والسلوكية. إذا هادو هما الجوانب. المهم نتوما حاولوا كل هذا تاخذوا منه شوية وحاولوا تفهموا عاد تستوعب. لأن علوم التربية خصك تفهم أولا، عاد يمكن تحفظ. ضروري المفاهيم خص يتفهموا. وكذلك ملي كنقولوا التربية ماذا نعني؟ التربية دائما كنقولوا التربية والتعليم، لأن التربية دائما تسبق التعليم. إذا التربية هي نقل قيم وسلوكات من جيل راشد إلى جيل ناشئ. التربية هي كنقلوا واحد السلوكات من واحد راشد لواحد ناشئ يلا بادي مزيان. إذا بالنسبة لكرونولوجيا الإصلاح، إذا حنا غنقتصروا من مرحلة الاستقلال من 1956 مزيان. إذا النظام التربوي بالمغرب مر من 3 مراحل، أي أن نتبنى 3 أقطاب مزيان. هاد 3 الأقطاب هي أولهم عندنا المقاربة بالمضامين أو بالمحتويات، بدات من 1956 من مرحلة الاستقلال إلى 1956. التواريخ مهمين. اش كان فيها؟ في هذه المرحلة كان مبدأ التلقين والشحن والعرض، بمعنى أي أن المعلم كان يمارس عملية التلقين والتلميذ يكتفي فقط بالملاحظة والكتابة، لا يفسر ولا يستنتج إلى آخره. إذا فهذه المقاربة اللي كانت بين 1956 إلى 1985 كان المعلم هو اللي كيدير كل شيء في القسم. كتعرض كيعرض عليهم الدرس وهما كيكتفيو بالكتابة.
التلميذ كيكتب إلى آخره. إذا هذه هي المقاربة بالمضامين أو بالمحتويات. ثم بعد ذلك جاءت المقاربة بالأهداف. يعني إمتى جات من 1985 إلى 1999. في هذه السنوات كذلك اعتبر المعلم ملك المعرفة، إذ كان بدوره كان يمارس عملية التلقين، يعني ما تغيرش بزاف على المضامين. وكنحاول أنني نعطيكم كذلك شوية من الحاجة، لأن المهم هو أنك تفهم وتحاول تعقل الأمور. ما كنبغيش نكثر الكتابة ولا هذا، كنحاول نعطي شوية من كل حاجة باش أنت تعقل. بعدها جاءت المقاربة بالكفايات من 1999 إلى الآن. وهذه المقاربة بالكفايات شكون اللي جابها لينا؟ هو الميثاق الوطني للتربية والتكوين. المهم غنطرقوا ليه مازال من بعد في المستجدات، غنشوفوا التعريف ديالو إلى آخره. إذا قلنا بعدها جاءت المقاربة بالكفايات من 1999 إلى الآن. في هذه المرحلة اعتبر المتعلم هو محور العملية التعليمية التعلمية. بمعنى اش كتعني هذا المحور؟ يعني ركزت على المتعلم. قلنا هو محور العملية التعليمية التعلمية، أين العملية التعليمية تهم الأستاذ، هو الذي، لأنه هو اللي كينقل المعرفة، هو اللي كيكون موجه ومنشط. والتعلمية تهم المتعلم، لأنه هو الذي يطرح تساؤلات ويتعلم انطلاقا من التساؤلات والأسئلة. إذ ركزت على المتعلم حيث أصبح المدرس موجه ومنشط، يعني موجه ومنشط توجههم داخل الفصل، ينقل المعرفة إلى التلميذ. هذا الأخير أصبح بدوره يلاحظ ويفسر ويستنتج ويبني المعرفة. مزيان. إذن فهذه المقاربة بالكفايات، يعني أنت في داخل القسم يعني كتكون موجه وكتخليهم هما يبنيو الدرس انطلاقا من الأسئلة ديالهم، انطلاقا كتشارك معهم الآراء بيناتهم، وهكا كيكون واحد بناء الدرس من خلال الأسئلة ومن خلال التفسيرات إلى آخره. وملي كنقولوا الكفاية ماذا تعني الكفاية؟ لأن المفاهيم نوليو نركزوا عليهم باش تفهموا. إذا الكفاية هي مجموعة من القدرات والمهارات الموظفة من أجل حل وضعية مشكلة. تعريف بسيط، يعني هذه الكفاية هي مجموعة من القدرات والمهارات الموظفة لحل وضعية مشكلة. مثلا أنا عندي مثلا خصني نحل واحد المشكل، مثلا عندي واحد، مثلا كنمشي مثلا ندوز البيرمي، عندي واحد السيارة مثلا خصني ندخلها للكراج ونخرجها. الوغ ميمكنش أنا نجي ديك السيارة ندخلها للكراج ونخرجها ونمشي من هنا. ضروري خص تكون عندي قدرة، يعني القدرة الجسمانية ديالي سليمة، وكذلك أنني نكون قريت مثلا، يعني قنمثل إلى آخره. وكذلك المهارات، خصني نعرف المهارات، يعني كيفاش إمتى غندور على اليمين على اليسار. إذا باش تحل واحد الوضعية المشكلة اللي هي ديك السيارة أنها خصها تخرج من دخلها للكراج ولا تمشي بها لشي بلاصة على حسب. إذا هذه هي الكفاية، يعني مجموعة من القدرات والمهارات كتوظفها باش تحل واحد الوضعية مشكلة. إذا هنا كذلك غنناقشوا أول مبادئ إصلاح التعليم. إذا أول مبادئ إصلاح التعليم عندنا التعريب، اللي هو تعريب المواد الدراسية، أي تدريسها باللغة العربية عوض اللغة الفرنسية. هذا هو اللي كنقصدو بالتعريب. كذلك عندنا مغاربة الأطر. ملي كنقول مغاربة الأطر يعني اعتماد على مدرسين مغاربة، يعني عندهم جنسية مغربية. كذلك عندنا التوحيد. ملي كنقولوا التوحيد يعني توحيد المناهج والبرامج والمقررات بين كل جهات المملكة. وأخيرا عندنا المجانية والإلزامية. ملي كنقول المجاني يعني تعليم مجاني، والإلزامي يعني خصو يكون تعليم إلزامي، يعني حاليا راه حسب قانون الإطار من 4 سنوات إلى 16 سنة، في أفق أنه يقدر يكون مستقبلا من 3 سنين حتى 16 سنة، يعني بمعنى استيفاء سنوات التعليم الإلزامي اللي هي 12 سنة. إذا نتمنى تكون عجبتكم الحصة، وإن شاء الله غير يعني كل نهار نقلح لكم فيديو. وكذلك اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجة يحطوا في الكومنتير، وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش كلشي يستافد. وكذلك ان شاء الله غنولي نحاول ندير لكم لايف في لاباج فيسبوك، غنحط لكم اللين في صندوق الوصف في لاشين في يوتيوب. اذا التوفيق لكم جميعا، تحياتي، السلام عليكم.